سلام. في الحلقة ديال اليوم جبت لكم قضية ديال واحد السيريال كيلر اللي تصنف أخطر من جيفري دامر. المجرم ديال هاد الحلقة بسيكوبات نادر من نوعه بأمراض نفسية غريبة. حلقة شيقة غتعجبكم، خليكم معايا. أغلب المجرمين ولا ما قلتش كلهم الطفولة ديالهم كتشابه بزاف، والظروف اللي عاش فيها غيسي كانت صعيبة بزاف. جون غيسي تزاد وسط عائلة أمريكية في ولاية شيكاغو عام 1942. غيسي كان كيعاني من تسلط أب سكير اللي كان دائما كيضربو بالسمطة ديال الجلد على والو، وكان دائما كينقص منه ويحتقرو. الأب ديالو ما كانش كيعيط ليه بسميتو، كان كيقول ليه غير مكلخ، وكيقول ليه انت خنته وما غاديش تكبر راجل، وكان دائما كيشبهو بخواتاتو. واخا هادشي كله غيسي كان كيبغي باه بزاف، ولكن باه عمرو ما عاملو معاملة كولدو ولا حن فيه. فاش كانت عنده 7 سنين صاحب باه اغتصبو اكثر من مرة، والدري ما قدرش يقولها لباه حيت خاف منه. فلاش ديال 14 و 18 عام مرض بالقلب ولا مرة كيغيب على الوعي وكيطيح بسبب ان الدم ما كيوصلش للدماغ واحد فترة قليلة وكيرجع للوعي ديالو، وهادو اعراض ديال مرض القلب اللي كان فيه. وبسبب هاد المرض تأوسبيتاليزا واحد المرة عام على قدو. باه ديما كيقول ليه انت غير كتبوحط وما فيك والو. مني خرج من لوبيتال وهو جاي للدار لقى باه سكران في الجردة ديال الدار، غير شافو جبد السمطة كعادتو بدا كيضرب فيه على والو وبدون سبب. وهاد الحادثة حضروا لها صحابو. من بعد هاد الفترة غيسي ترشح الانتخابات المحلية في حزب الديمقراطي بدافع انه يلقى شي واحد يقدرو ويعطيه اعتبار اللي ما كانش كيلقاه في باه. ولكن باه مازال تابعو بالتحطيم والاهانات المجانيه، وكان كيقول لي انت غير بيدق ديال السياسيين والحكومه. هنا غيسي غيهز حوايجو وغيخرج من دار باه في اتجاه لاس فيغاس. تما لقى خدمه كعامل في سياره اسعاف تابعه لامون، وتما كان كيشوف الاموات والجثث المحنطه. واحد الليله جابوا جثه ديال واحد الشاب مراهق، خلى العمال حتى خرجوا من لامور وجبت الجثه ديالو وبقى كيداعب فيها حتى لواحد اللحظه جاتو صدمه بحال الا عرف راسو اش كان كيدير. خرج من لامور وقرر يرجع لدار باه بعد 3 اشهر ديال الخدمه. هنا يمكن لينا نقولوا باللي هذيك الليله اللي عاشها غيسي هي ليله ولاده فاس الثاني ديالو، او يمكن لينا نقولوا ولاده وحش. غيسي رجع سكن مع باه ولكن بشغف اثبات الذات، وبغى يثبت لباه انه انسان ما كيستاهلش هذيك المعامله اللي كيتلقاها منه، وانه انسان كفو وكومبيتون. هنا غيسي خدم في شركه سميتها سبرينغفيلد اللي باقا الى يومنا هذا. في هذه الفتره غيسي غيبدا مع هاد الشركه كموظف عادي، وبقى كيتدرج من منصب لمنصب حتى ولا نائب مدير. في عام 1964 غيسي تزوج بواحد السيده من عائله ميسوره واللي باها شرا 3 مطاعم من سلسله مطاعم KFC. وبحكم التجربه ديالو في الاداره باها اقترح عليه انه يشد مطعم ويتكلف بالاداره ديالو بصالير $15,000 ونسبه سنويه من الارباح، يعني ليكيفالون ديال $134,000 في السنه فوقتنا، اللي هو صالير محترم في امريكا. هاد السيده ولد معها 2 وليدات وكان كيبغيهم وكان اب مثالي. في عام 1966 الاب ديال غيسي غيجي يزورو وغيتقدم ليه باعتذار على المعامله الخايبه اللي كان كيعاملوا بها من بعد ما شاف النجاح ديالو. هنا واخا غيسي تعرف بانه انسان طموح وكومبيتون، الا انه كانوا فيه شي حوايج خايبه. تعرف على شي صحاب ولاو كيديروا سهرات ماجنه ولا كيتعاطى المخدرات، وكانوا كيتبادلوا حتى الزوجات ديالهم فاش كيتجمعوا في دوك السهرات ديالهم.